يقول سبب سوء الأخلاق شنو؟ الشيطان. الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. زين، النفس الأمارة يعني عنوان فضفاض ما معروف شنو نفس الأمارة. ليش؟ يعني الغرائز هو غرائز جسدية مثل ما رهابنا وبولس مثلا في الإنجيل في الكتاب المقدس يعني، والبوذية أيضا. لا، البوذية مو الجسد، ذولا بولس مثلا والرهبانية. الفكر القديم هو الجسد هو السبب، الغرائز الجسدية. زين، إذا مو معلوم أنه الغرائز الجسدية هي شر، الله خلقها خير للناس. فإذا النفس الأمارة بالسوء مو معلوم شنو المقصود، يا نفس ما هي حقيقتها شنو. الشيطان هذا أيضا فيه إشكال، أنه الله هو خلق الشيطان وسلطه على الناس، فقال هذا عدوي وعدوكم. أنت إذا عدوي وعدوكم ليش تسلطه على الناس أصلا؟ ليش تخلقه؟ هو هذا الشيطان ايش قد قوي، اللي آدم في الجنة مع أنه نبي ومعصوم ويحدث مع الله، وقع في شراك إبليس، يعني صدق إبليس، خداع إبليس، انخدع وأكل من الشجرة، مع أنه مباشرة الله قال لا تأكل من الشجرة، لا تقرب. مع ذلك فكيف الإنسان العادي الشباب هالزمان اللي عقله ضعيف وجدانه ضعيف وشهوات وكذا، وبعد ذلك تسلط عليه الشيطان وتقول احذر من هذا الشيطان؟ انت ليش تسلطه؟ فشو بعدين يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا. شلون كذا؟ اذا 90% هم خاضعين للشيطان يستطيع اجرهم، يعني الله ربع الله، يعني ربع الله يمكن 10% او 1%، اغلبيه راحوا ويا الشيطان، يعني هو قوي، يعني واقعا هو الاغراءات والخداع قوي. فاذا هو هذا اصلا اساسا هذا السبب غير سليم وغير صحيح ومخادع. ليش؟ لانه هذا يخلي كل مذنب يخلي الشيطان شماعه، يقول الشيطان خدعني، ان الشيطان كذا اغواني. زين، ما انسانيه الا الشيطان كما يقول موسى في القران، وما انسانيه الا الشيطان، كل شيء الشيطان، هذا شماعه الشيطان. يعني بعد الانسان ما يتحمل مسؤوليه، هذا الشيطان هو، والشيطان هو الله سلطه. فاذا هذا المعيار، هذا يعني السبب لسوء الاخلاق ايضا مو صحيح، لانه هو الانسان هو يحب الرئاسه. بعد ليش تقول الشيطان؟ هو ذاتا، هو القرآن يقول الانسان خلق، مرة يقول من عجل، خلق هلوعا واذا مسه الشر جزوعا. يعني هو ذاتا الانسان ما يحتاج بعد الشيطان. زين، فهذا يعني في حجه حتى ينسبون الشر للشيطان مو الى الله. الضلال والكفر وهذا كله ينسبون للشيطان.